السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الهنا على عيونكم. صباحكم معطر بذكر الله. يلا بينا النهارده معايا فيديو حلو جدا ان شاء الله هيعجبك خالص. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي حاجة جديدة انزلها توصلك على طول. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف معايا ايه. اول حاجه كده معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا دقيق، وزي ما احنا متعودين مع بعض اي دقيق معانا لازم بننخله عشان نخليه خفيف كده وندخل فيه الهواء والمعجنات تطلع معانا حلوه. بس اول حاجه انا بدأت بيها معايا كده بوله صغيره، حطيت فيها نص كوبايه من الميه ومعلقه سكر ونص كيس من الخميره، وقلبتهم كده وغطيت عليهم وسبتهم على جنب لما انخل الدقيق بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده لازم نعمل تيست للخميرة عشان نشوفها شغالة ولا لا. الدقيق اللي معايا مش هحط عليه اكتر من شوية ذرة كده صغيرة من الملح، ومعايا كيسين من الفانيليا. الفانيليا دي بتودي معاكي العيش او اي معجنات معاكي لحتة تانية خالص. ومعايا دلوقتي كيلو ونص من اللبن. اول حاجة اي معجنات انا ببدأ بيها لما باجي اعمل عيش كماج بكاكين اي حاجة، ببدأ بيها الاول ببدأ باللبن والخميرة. تمام. واعجن فيها، واول ما خلاص اخلص اللبن اللي معايا واخلص الخميره، لو احتجت ميه بقى بزود، ما احتجتش خلاص زي ما انتوا شايفين كده. بدات الاول باللبن وبعد كده هنزل على طول بالخميره، وهبدا على طول ان انا افضل اقلب كده في الدقيق لما اضيع الدقيق خالص في اللبن والخميره، ومعايا برضو شويه ميه لو احتجت، وبالفعل انا هحتاج. هبدأ ان انا افضل اعجن كده في العجينة لحد ما اخلي العجينة ملمسها حلو، ناعمة ما فيهاش كتل ما فيهاش تشققات، حاجة كده طرية وحلوة، مش طرية ان هي بتلزق، لا، لان احنا هنعمل عيش فعايزينها تكون متماسكة. تمام. هنعمل عيش النهاردة، عملنا قبل كده العيش اللي هو زي كده بالظبط بس كان طري، عملناه وحطينا عليه سمنة، وكنا بنطلعه كده طري خالص ونحطه كده فوق بعضيه وبنمسحه، وبعد كده نحطه في كيس ونحطه في الفريزر ونطلع منه. انما المره دي انا عايزه العيش بتاعي يكون ناشف، ناشف بيتكسر كده. تمام. فمش هنزل عليه غير زيت، مش هحط عليه اي سمنه خالص. زي ما انتوا شايفين حطيت كده يجي ربع كوبايه من الزيت في الاول، وبعد كده ح- توهتها كده في العجينه، وبعد كده حطيت كمان ربع كوبايه من الزيت، خلصتها كده زي ما انتوا شايفينها العجينه ملمسها حلو وناعمه وحلوه. هنزل عليها كده دلوقتي كيس، وهسيبها بقى كده في مكان يكون دافي شوية، يعني مش هسيبها في الهواء ولا حاجة، هسيبها كده في مكان يكون دافي كده شوية، واغطيها واسيبها بقى على جنب لما تخمر. طبعا لما تخمر بقى هنعمل ايه؟ هنفضل قاعدين؟ لا، هنقوم هنشوف هنتغدى ايه. معايا دلوقتي كده بصلتين كده حلوين، هجيبهم دلوقتي وهقشرهم وهديلهم غسلة نظيفة، وبعد كده نيجي بقى نشوف هنعمل ايه. غسلتهم دلوقتي حلو خالص، ومعايا دلوقتي حلة كده كبيرة نصها مية، هولع عليها النار ومش هحط فيه المية ديت غير معلقة من الملح، وهغطي عليها وهسيبها مع نفسها لما تبقى تغلي براحتها. ومعايا بقى البصلتين اللي انا قشرتهم وغسلتهم، هجيبهم دلوقتي واقطعهم خرط كبيرة، مش عايزاها تكون خرط صغيرة، لا، عايزة الخرط ايه تكون كبيرة كده شوية. هبدأ على طول ان انا هقطع فيهم دلوقتي. هولع بقى البوتاجاز واحطه كده عليه، واخرط البصلة التانية على النار على طول. البصل ده حاجة متعبة، والله العظيم حاجة متعبة. يعني الواحد، بس هقول ايه مش عارفة. يعني الواحد يجي يقطع البصل تلاقيه نزل دموع، ملا حاجة قد كده من الدموع، وتلاقي الواحد خلاص يعني الواحد يصدع كده مش عارفة انا كده بس ولا هي الناس كلها كده ولا ايه، انا مش عارفة. مش عارفة، انا موضوع البصل ده تعبني بصراحة. المهم دلوقتي نزلت البصل وهفضل اقلب فيه كده شويه لحد ما اطلع الرطوبه منه، وبعد كده هنزل بزيت. عايزه تحطي سمنه انت حره، بس انا بحب الزيت في الاكله دي، ما بحبش احط فيها سمنه. هحط بقى كده الزيت وهبدا على طول ان انا اقلب كده في البصل لما اخليه، بصي يعني انا مش عايزاه يحمر، يعني يكون يعني ايه، يعني يعني اخليه يدبل كده بس يا دوبك ياخد لون خفيف خالص خالص معايا. معايا بقى كده كفصين ثلاثة كده من التوم، هبدأ ان انا اقشر فيهم على طول، ومعايا قرنين من الشطة وقرنين من الفلفل، بس هاخد قرن واحد بس لان لقيته مشطشط جدا. هقشر دلوقتي كده فصين التوم، وخلاص البصل كنت خلاص قربت ان انا بقى خلاص يعني ما عدتش محتاجة بقى ان انا احمره اكتر من كده. هقطع الفصين التوم دولت
ما تحطيش التوم في الاول عشان ما يتحرقش. انا خلاص كنت قربت، خلاص البصله كده خدت كفايتها معايا، فحطيت عليها يا دوبك قطعت ايه الفصين التوم دول على طول. وبعد كده نزلت عليها بكبد، كبد بس من غير قوانص، كبد بس. إيه لو عايزه تحطي لحمه مفرومه تمام، وهي اصلا الوصفه الاساسيه هي باللحمه المفرومه، بس انا مش بحب اللحمه المفرومه، انا بحب الكبد اكتر واكتر، بستطعمها اكتر. حبتين من الحبهان، ورقتين من الورق اللورا، واحده كده من مرقه الدجاج، وهبدا ان انا احطهم وهنزل دلوقتي. إيه شفتوني وانا بدوق الشطه عشان اشوف ان كانت مشطشطه قوي ولا لا، لقيتها فعلا حراقه، فحطيت قرن من الشطه، وهحط القرنين الفلفل الاخضر دولت، وشم الريحه بقى وجمال الريحه وحاجه كده، بصي حاجه كده تحفه تحفه بصراحه. ايوه كده هبدا على طول ان انا اقلبهم ونبهرها بقى عشان نشم الريحه اكتر واكتر. معايا دلوقتي كده من شويه من الفلفل الاسود، وشويه من البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض، الحاجات الكتيره قوي اللي احنا حاطينها في برطمان واحد دي. وبعد كده هنسيبها بقى كده على جنب، هنوديها على عين التانية، ونهدي عليها النار ونسيبها تاخد وتدي كده بشكل ودي مع نفسها. هنهدي عليها النار ونسيبها لحد ما تستوي. معايا 3 اكياس من المكرونه دلوقتي، والميه بتاعتي كانت غلت، هنزلهم دلوقتي في الميه المغليه، وهبدا ان انا اديلهم تقليبه كده، بس ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تبص معاكي وما يعني ايه ما تبقاش يعني ايه ما تتكسرش كده. جبت المصفى بقى دلوقتي وهبدا على طول اشوف المكرونه، بس انا عايزه المكرونه ما تكونش مستويه سوا كامل، يعني خلي المكرونه تكون ايه يعني فيها قرشة كده بسيطة خالص. جبتها دلوقتي كده وصفتها، وهنزل عليها معلقتين 3 من الزيت. ومش قادرة اقولك بقى المعلقتين 3 دول بيعملوا ايه، بيخلي المكرونة مفرفرة معاكي كده، ما تخليهاش قرص واحد ولا عجينة ولا الكلام ده خالص. المعلقتين 3 زيت دول، وهسيبها كده على جنب. معايا حلة دلوقتي فاضية، هنزل فيها 7 معالق من السمنة، وهبدأ ان انا اقلب فيهم كده لحد ما يسيحوا، وهنزل عليهم 7 معالق من الدقيق. 1 2 3 4 5 6 7، هنزل عليهم 7 معالق من الدقيق. وهبدأ ان انا اقلب الكلام ده بقى، اول ما بتحطيها بتكتل معاكي بالمعلقة على طول، وايديكي فيها وتفضلي تقلبي فيها، هتفك معاكي خالص خالص خالص. افضلي بقى قلبي في البشاميل بتاعك كده لما الدقيق يدخل على الصفران، يعني ايه يكون اصفر كده حاجة بسيطة ويبقبق معاكي. تمام. اول ما تلاقيه بقبق كده قلبي فيه، وخليه يبقبق كمان تاني مرة كده برضو قلبي فيه، كده الدقيق بيستوي عشان يعمل معاكي بشاميل. معايا 2 كيلو دلوقتي من اللبن، هنزل كده شوية، هيكتل معاكي، هتخاف يا خرجتي باظ مني، ما تخافيش خالص، هو ده الطبيعي وهو لازم بيعمل كده. بتنزلي شوية لبن وتفضلي كده تقلبي، هي برضو هيمسك معاكي والدقيق هيشرب اللبن برضو، على طول تحطي شوية تانيين وتقلبي، تحطي شويه تانيين وتقلبي لحد ما تخلصي كميه اللبن اللي معاك كلها. هتلاقيه فك معاكي خالص. تفضلي برضو ان انت تقلبي كده، وكل ما تسيبيها على النار اكتر كل ما هيتقل معاكي. بس انا عن نفسي انا مش بحب البشاميل يكون تقيل قوي. هملح طبعا زي ما قلت لكم البشاميل، وهحط له الفلفل الاسود وهملحه، بس نصيحه مني ليكي ما تخليهوش مالح قوي، خلي يبقى فيه طعم اللبن كده. وبرضو الكبد بتاعتي كانت خلاص قربت تستوي، فنزلت عليها شويه من الملح وحدقتها بقى، يعني ايه خليتها كده ادت لها التمليحه بتاعتها الحلوه، عشان خلاص هي الكبد اصلا كانت خلاص كده يعتبر استوت. هنزل بقى البشاميل دلوقتي، ومعايا بولة كده هنزل فيها شوية كتار كده من البشاميل. بص القوام تحفة، حاجة كده لا تقيلة ولا خفيفة، هو كده كان عاجبني جدا. وهاخد بقى كده بقية البشاميل، شوفي قد ايه المكرونة مفرفرة عشان معلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم مش ماسكة ببعضها، ولا ان هي مثلا قرص واحد ولا حاجة خالص. هبدأ ان انا دلوقتي بقى كده اقلب فيها لحد برضه اما اخلي المكرونة كلها يعني ايه تاخد كده من البشاميل. معايا بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها دلوقتي، هنزل فيها كده مغرفتين 3 من البشاميل. بص البشاميل حلوه قد ايه، قوامه تحفه بصراحه. هنزل دلوقتي كده بنص المكرونه اللي معايا، وهفرده حلو قوي، وهجيب بقى الكبد واحطها في النص. ايوه كده هنزل بيها بقى كده، وهنزل بنص المكرونه الباقي معايا دلوقتي. هسوي بقى كده السطح بتاعها خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بقى بالبشاميل الباقي معايا دلوقتي كده على الوش. بصوا بقى هقول لكم على حاجه،
انا بعترف ان الصينيه دي كانت محتاجه لها شويه بشاميل كمان فوق الوش. يعني انا والله عمري ما عملتها كده، يعني دايما كنت بقى البشاميل كان بيبقى زياده، وكان بيبقى يعني بص كان بيبقى زياده خالص كمان. بس انا النهارده مكبره الصينيه شويه، فالبشاميل بتاعها اللي فوق الوش هو اللي جه ناقص. بس والله كانت تحفه، وكان طعمها حلو، وكان شكلها كمان حلو. معايا بيضه بقى كده جبتها فتحتها كده، وحطيت عليها شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح، وهفردها كده بالفرشة. وكان الفرن بتاعي دلوقتي كده كان شغال وكان سخن. هدخلها بقى كده في الفرن لما تستوي براحتها، ونروح بقى نشوف العجين بتاعنا خمر ولا لسه ما خمرش. لقيته خمر. قعدت بقى كده في الأرض وجبت الصينية وحطيتها على الطبلية كده، وهبدأ ان انا دلوقتي اقرص العجين بتاعي. هعمله كده كور صغيرة كده قد اليوسفية الصغيرة. اما اخلص العجين اللي معايا كله، اللي في البوله كله اللي انا عجناه. الفرن ده كان عندي في الاوضه، عندي مكان كده في الاوضه كنت حطاه فيه. بس يعني بص، يعني هو كان كويس وكنت بعمل فيه وبخبز فيه كل حاجه. بس لما باجي اصور كان ايه، يعني كان بيبقى الدنيا كانت ضيقه شويه ومحكمه شويه. فانا طلعته في المكان اللي هو فيه ده دلوقتي علشان اعرف اقعد براحتي. وجبت الدفايه اللي انا فرشتها معاكم في اول الفيديو خالص، بحطها كده في الارضيه وبعمل عليها اللي انا عايزاه. وفي الاخر بقوم جايه شايلاها ومنفضاها، غسلاها، اي حاجه. بس انا بفرشها كده علشان ايه، يعني الدقيق بقى ان وقع حاجه كده كده ما تبوظ الحافظات والحاجات اللي انا فرشاها. دلوقتي كده ولعت الفرن، ومعايا البلاستيكه الصفرا اللي انت شايفاها قدامك دي. ببقى احط فيها كده حته خل قديمه شويه بميه، وبعد كده بمسح بقى الفرن علشان ارضيه العيش ما يبقاش فيها اي حاجه. يعني كل مثلا شويه كده، كل ما اغبس شويه كده اقوم جايه عاطيه للفرن مسحه علشان تبقى ارضيه العيش كويسه ما فيهاش اي حاجه خالص. ده غير ان انا بمسح العيش في الاخر برضو خالص. تمام. زي ما قلت لكم ان انا عايزه العيش بتاعي النهارده يكون ناشف، عايزاه يكون ناشف خالص كده بالكسر. بنفته بقى الصبح ناكل بيه بلبن، بنفته مثلا ناكل بيه عدس، اللي احنا عاوزينه. انا لسه خابزه معاكم قريب من كام يوم عامله عيش برضو طري خالص كده. بعمله بخبزه بالسمنه، ما بحطش عليه زيت عشان يبقى طري معايا كده. بخبزه وبطلعه في الاخر، بحطه كده فوق بعضيه، وبعد كده بقوم جايه مسحاه وحطاه وحطاه في اكياس كده، وحطاه في الفريزر. كل يوم كده مثلا بطلع منه، نفطر منه، نتعشى منه كده. انما انا عملت الخبزه بتاعت النهارده دي، عايزاه يكون قابب كده وناشف. وهحط كده واحده جنب التانية علشان ينشف معايا. عملته بالزيت النهارده، ما عملتوش بالسمنه عشان يبقى ناشف معايا خالص. هوريكي بقى جمال العيش دلوقتي. طبعا زي ما قلت لك ان انا جبت الطبليه وجبت المطرحه وجبت المكنه. واسراء ربنا يخليها لي ويبارك لها ويبارك لي فيها يا رب، قاعده بتخبز معايا. بص جمال العيش، بص حلاوة العيش، الله عليه. الله، ده غير الريحة والله العظيم. كيسين الفانيليا اللي بحطهم على العجينة ديت عدي يعني في الأول، بصي بيحسسك كده ان انت لا مش بتخبزي عيش، بتعملي حاجة تانية حلوة قوي. تمام. كيسين الفانيليا دول تحفة بصراحة. بيخلي العيش اصلا طعمه حلو، يعني غير الريحة كمان العيش بيبقى طعمه حلو حلو بجد. بس كده هفضل بقى اخبز كده على طول. انا دلوقتي كده بخبز. اسراء بتعمله لي حتت صغننه كده، باخده من وراها بعمله كده بالفريره او بالنشابه اللي معاكم دي، مش عارفه انتوا بتسموها ايه عندكم. وبعد كده اقوم جايه عاملاها بقى على المكنه وبدخله بقى كده الفرن. وساعه ما ينشف كده معايا بطلعه بقى، حطيت رصيت واحده جنب التانية زي ما انتوا شايفين. تحفه بجد تحفه. واحده جنب التانية كده لما نشف معايا خالص. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وطلعت كمان صينيه المكرونه خدت الوش الحلو ده. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. يا ريت بقى الفيديو لو عجبك ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم.